السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الخميس وصباح بكره ان شاء الله الجمعة اجازة، فطبعا الناس كلها بتسهر يوم الخميس. فهنعمل ايه بقى في السهرة بتاعتنا بالليل؟ هنعمل صينية كيكة حلوة جدا، كيكة التايجر. هتبقى حلوة جدا، هتعجبك انت وولادك واي حد عندك، هتعجبه الكيكة دي، طعمها حلو قوي. بصوا معايا بقطعها، هي كانت لسه طالعة من الفرن وسخنة، فقلت لازم اوريها لكم من جوه عاملة ازاي. بصي اسفنجية خالص، بصي عليها كده تطلع وتنزل معاكي، سخنة فعلا. بصي قلبها من جوه عامل ازاي ومنفوشة، يعني ما قبة حلوة. يلا بقى تشجعي كده معايا اول ما تشوفي الفيديو. قومي كده صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واعملي صينية كيكة حاجة حلوة كده لولادك. ان شاء الله هتلاقي مقاديرها كلها عندك في البيت. يلا بينا نخش على المقادير، يلا. اول حاجه انا معايا مقادير جافه ومقادير ايه ستايل. المقادير الجافه معايا 3 كوبايات دقيق. دقيق بتاع المخبوزات حلو، يعني درجه اولى عشان الكيكه تطلع معاكي حلوه. ومعلقتين نشا، هقول لكم النشا ليه. ومعلقتين كاكاو خام من غير سكر، وكيس بيكنج باودر. خلاص. معايا بقى في بوله دول معلقتين سمنه او زبده اي حاجه. ومعايا 3 بيضات، اللي هما يعني بيضات بس يكونوا مش في التلاجة، درجة حرارة الغرفة. ونص كوباية زيت، هي المفروض كوباية الا ربع زيت، بس انا قلت نص زيت ومعلقتين سمنة عشان انا بحب السمنة عليها. ومعايا مع كوباية سكر وكوباية لبن دافي، والفانيليا طبعا. عايز تحطي سكر كوباية وربع حطي. يلا بينا نروح الاول هنجهز المقادير الجافه بتاعتنا. انا هنخل الدقيق، يعني عايزه الكيكه بتاعتك تطلع حلوه ومنفوخه وكده. نخلي الدقيق، وممكن تنخليه مره واتنين وتلاته، بس انا بصراحه نخلته مره واحده. خلاص. وهنحط معلقه بيكنج باودر عليه، يعني 3 كوبايات دقيق دول هحط عليهم معلقه بيكنج باودر كبيره. ودول معلقتين النشا، ان متقلقيش النشا مش وحشه، النشا حلوه جدا، بتطريلك الكيكه وبتخليها منفوخه كده، تحفه. جربي حطي نشا على الكيكه. وادي معلقه البيكنج باودر، يبقى حطيت 3 كوبايات دقيق ومعلقتين نشا ومعلقه بيكنج باودر كبيره، وذره الملح بتاعتنا اللي هي ايه بتدينا البركه بتاعه الاكل. خلاص. وننخل الدقيق حلو جدا. حكايه احنا ننخل الدقيق مع البيكنج باودر والنشا، ننخلهم حلو. زي ما قلت لك ممكن تدخلي مره واتنين، كل ما تدخلي اكتر هيديكي نتيجه احسن. ونقلب بقى عشان نتاكد ان البيكنج باودر اختلط مع الدقيق. خلاص جهزنا الحاجات الجافه في طبق. هخش بقى على الخلاط بتاعنا ده. هنحط ال3 بيضات بتوعنا في الخلاط، زي ما اتفقنا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، مش في التلاجة لا. خلاص اهي 3 بيضات، هنزل عليهم كوبايه السكر. ممكن تحطي كوبايه وربع لو انتي بتحبي الحاجه مسكره حلوه كده، انا بحب الحاجه مسكره يعني بسيطه، فحطيت كوبايه بس. وفعلا طلعت سكرها حلو. يبقى وشعر ونص معلقه فانيليا، نص معلقه صغيره فانيليا. يبقى حطيت في الخلاط 3 بيضات وكوبايه السكر بتاعتي ونص معلقه فانيليا، وهنضربهم حلو قوي. لا قبل ما نضربهم هنحط معلقه خل. بصي الخل متقلقيش، الخل مش هيقص على طعم الكيكه خالص، بس الخل بيخلي لون الكيكه من جوه فاتحه كده وحلوه، وبيساعد على الهيشان كمان، بتخليها هي نافشه كده وحلوه الخل. معلقه كبيره خل انا حطيتها. ماشي. ونضربهم حلو كده الاول. بصي اضربي حلو، يعني اضربي ووقفي الخلاط. اضربي في الخلاط ووقفيه تاني، عشان لغايه لما توصلي للون الفاتح الابيض الفاتح ده. ماشي. نقول تاني مع بعض. حطينا في الخلاط 3 بيضات، كوبايه السكر بتاعتنا، ونص معلقه فانيليا ومعلقه خل كبيره. نضربهم في الخلاط حلو قوي لغايه لما اللون بتاعهم يفتح، يبقى لونها زي الكريمي كده فاتح. بصوا اللون مش مبين لكم، بس انا لسه هضرب تاني. ما تقلقيش اضربي ووقفي شويه عشان الخلاط بتاعك مش يبوظ، لغايه لما تعمل فوم كده. خلاص ضربنا، بصي اللون بقى فاتح حلو ازاي. هنجيب بقى كوبايه اللبن بتاعنا، كوبايه لبن دافي كده حلو، مش ساقعه ولا مش سخنه او دافيه. هنحطها ونضرب. ما ينفعش نحط السوائل كلها مره واحده ونضرب، لا نحط حاجه حاجه، وكل ما نحط حاجه نضرب، نخلطهم مع بعض حلو. خلاص هجيب بقى نص كوبايه الزيت بتاعنا،
ومعلقتين السمنه او الزبده زي ما قلنا. عايز تحطي كوبايه الا ربع زيت بس من غير سمنه حطي. ده زيت تموين، انا قلت لكم ده زيت تموين وهو مش فاتح بس حلو على فكره، يعني بيقضي الغرض. اللي متاح عندك حطيه. نخلطهم بقى حلو قوي مع بعض كل المكونات دي. خلاص يلا بقى تشجعي وجهزي حاجتك من المطبخ واعمليه، مش هيكمل معاكي زي ما قلت لك ربع ساعه تلت ساعه وهيكون عندك احلى كيكه. خلاص جبنا الخليط اللي في الخلاط وجبنا الخليط الجاف بتاعنا اللي في الطبق اللي هو كان دقيق ونشا. هننزل بالخليط اللي في الخلاط على الدقيق، انزلي بيه كله كده، متقلقيش المكونات هتطلع بتاعتنا مظبوطه ومش محتاجه اي حاجه. نضرب بقى، خلي اتجاهك وانت بتضربي في اتجاه واحد، لما تضربي المضرب خليكي في اتجاه واحد على طول. نقلب كويس كده، بصوا بالراحه عشان الهواء اللي في الكيكه ما يطلعش منها، ما تبقاش هبطانه. خلاص بصوا ده القوام اللي انا عايزاه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصي بينزل ازاي. خلاص هنقسم بقى الكميه دي عندي على بولتين. خلاص قسمناها على بولتين كده، حاولي انت توسطنيها كده بعينيكي كده هتقسميهم. البوله اللي احنا قسمنا فيها الطبق ده، هجيب المعلقتين الكاكاو اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول، ده كاكاو خام من غير سكر، وهنخله كده وانزل عليها عشان يبقى عندي الخليط ده بالشوكولاته بالكاكاو بتاعي. طبعا احنا لما نحط الكاكاو المعلقتين دول على الخليط هيبدأ الخليط يتقل معايا تاني، فهعمل ايه بقى؟ هيتقل. بصوا بيتقل ازاي. هحط عليه معلقتين لبن او 3 معالق لبن عشان يرجع تاني سايل زي الاول. ادي 3 معالق لبن ونقلب بقى، هيرجع تاني يبقى سايل زي الاول، يبقى قوامه حلو. خلاص ادي ده الابيض، الخليط الابيض، وده الخليط الكاكاو شوكولاته. نبدأ بقى نجيب الصينية الألمونيا بتاعتنا. أنا بحب أعمل الكيكات في صينية ألمونيا، بحبها جدا، أو تيفال اللي موجودة عندك، بس الألمونيا موجودة عندنا كلنا في البيوت. هنحط فيها شوية زيت وندهنها بالفرشة كده أو سمنة. أنا ساعات بدهنها بزيت أو بسمنة المتاح عندك. نفرد الزيت حلو أوي فيها عشان ما تلزقش معانا الكيكة، وبعدين هنحط عليها شوية دقيق. نبطنها نعفرها كده بالدقيق الصينية. بصوا شوية دقيق كده حلوين، ما تقلقيش مش كتير دول، لو في زيادات طلعت معاكي دقيق في الصينيه هترميهم. خلاص واجي بقى في الصينيه والخليط بتاعي الابيض والشوكولاته، ننزل في نص الصينيه بالظبط. حاولي تنزلي في النص، انا ما نزلتش في النص او مش عارفه، كانت ايدي محوده ناحيتي شويه بس طلعت حلوه. ننزل بحبه من ده وحبه من ده بالنظر بعينيكي كده، بس يكونوا قد بعض. خلاص الكيكه دي حلوه جدا جنب كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي بلبن، وانتي قاعده بالليل كده في وسط عيالك وكده وبيتك. والشتا بقى بيجوع وبقى، وريحه البيت عموما ريحه المخبوزات والكيكه والحاجات دي بتبقى حلوه جدا. انتي بس عشان تشغلي الفرن، احنا بندور على اي حاجه تشغل لنا الفرن يدفلنا البيت. فيلا قومي بقى تشجعي معايا كده. بصي انا بحط حبه من الابيض وحبه من الشوكولاته، ما تقلقيش حتى لو مش طالعين بنفس الشكل مش متساوي، لما يستووا هيطلعوا حلوين جدا. هوريها لك دلوقتي لما تستوي. هنفضل بقى نحط من ده ومن ده لغايه لما نخلص الكميه اللي عندنا. انا عايزه اقول لك حاجه قبل ما نبدا نصب الخليط بشويه هنشغل الفرن. انا نسيت اقول لكم في وقتها هنشغل الفرن على درجه حراره 180 او وسط من تحت بس. هنشغل الفرن من تحت بس، مش هنشغله كتير، يعني احنا في نص واحنا بنعمل المكونات في نص المكونات كده نروح نشغل الفرن ماشي، ونشغلها على 180 زي ما قلنا او درجه حراره وسط، وندخل الصينيه في الفرن ونحطها من تحت يعني على الشبكه اللي تحت، ونسيبها كده تلت ساعه. واول ما نلاقيها عملت الحروف بتاعتها من الجنب نشفت وبدات تحمر كده تاخد اللون البني، هطفي من تحت واشغل الشوايه فوق تاخد اللون الخفيف خالص، بس الشوايه من فوق تبقى على الواطي عشان تاخد اللون البسيط. بصوا بعملها ازاي بالخله، ده الشكل الحلو ده.
ممكن تعملي الاشكال اللي انت عايزاها. زي ما بقول لكم اهو، هندخلها الفرن على درجه حراره 180 او وسط. هشغل تحت بس، وربع ساعه او تلت ساعه واطفي واشغل الشوايه اللي فوق. بصوا تاخد اللون البسيط ده، انا مش مديها لون جامد، مديها لون بسيط خالص. بصوا بقى طلعت من الفرن جميله زي ما قلت. بصوا الشكل طلع ازاي حلو، مش مفيهوش اي حاجه، اتظبط معانا لما استوت. بصوا جميله حلوه جدا. يلا بقى تشجعي وقومي يا حبيبتي اعملي صينيه الكيكه الحلوه دي كيكه التايجر لولادك، هينبسطوا منها جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، يا رب تكون عجبتكم، وتخشي تجربيها حالا في المطبخ عندك وتلاقي كل الحاجات موجوده عندك، وتبسطي ولادك وجوزك وتتلموا عليها ان شاء الله النهارده كده، تتفرجوا على التلفزيون تسهروا مع بعض. ويا رب ابقى عند حسن ظنكم. اكتبي لي في الكومنتات بقى ايه رايكم فيها. بصوا حلوه جميله، شكلها حلو يفتح النفس مع كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي، يا سلام بقى. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.